صرت أصحى من نومي أقول اللي بيجي من الله حياه الله، باخذها بالهداوة، عيش حياتي ببطء، خفف زعل، خفف قلق على الدنيا، خفف خوف، واللي بيجي من الله حياه الله. صباح الخير يا حلوين، أهلا بيكم في فيديو جديد. مبسوطة جدا 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 ومتحمسة. ليه؟ لأنه حاسة اني من بدري ما صورتش ليكم فلوج بالطريقة دي. الفكرة بكل بساطة ان انا بدأت يومي بكوني هفطر، لأنه اليوم طويل ومعايا أحداث كتير. يمكن ولأول مرة أقولكم اني بقيت مسؤولة عن البيت الفترة دي، وضع مؤقت أكيد مش على طول. فأنا المسؤولة عن الترتيب، الترويق، الأكل وهكذا. فبدأت بأكتر حاجة ممكن تكون سهلة في الحياة. أنا مشكلتي في المطبخ إنه ما بحبش أعمل أي أكل ممكن يكون بياخد وقت، بس مش معنى ذلك إني ما بحبش أعمل أكل. أنا بحب أعمل أكل، بحب أرتب، بحب أروق، بحب أعمل كل حاجة بهدوء. بجد ببقى مبسوطة، بيبقى فيه رواق كده. وبما اني جيت لتاني فقرة وهي فقرة التوضيب، هو في العادي ان انا برتب البيت الاول وبعد كده بعمل الاكل، ولكن خلصت البيت بالفعل ومن ثم الاكل. ولكن دلوقتي باقي معايا اخر حاجة. دايما لما بكون مسؤولة عن البيت بسيب اوضتي اخر حاجة كده كده مقفولة. اهم حاجة الشكل العام بره هيبقى عامل ازاي. ودلوقتي قررت اني اوضب الاوضة لانه الاجواء الشتوية حقيقي كارثية. موضوع البطاطين اللي بيغطي السرير بشكل صعب ده بيبقى مش الطف حاجة. ف وبيبقى تقيل. انا بجد بحس ان انا محتاجة اروح الجيم عشان اطبق البطاطين. بس حابة أقدم لكم نصيحة. لما تكونوا بترتبوا بتروقوا بتعملوا أكل، في العادي المهام دي ما بتكونش مهام تتطلب مننا تركيز شديد. فحاولوا انكم تستفيدوا من الوقت ده بانكم بتشغلوا قرآن او بتسمعوا بودكاست، علشان يبقى بتمرروا الوقت بإفادة. فاهمين قصدي؟ فالموضوع ده بجد من اكتر الحاجات اللي بتساعدني ان انا اصلا اكون رايقة وانا بعمل كده. واجواء النظافة واو ولا اروع. بعد كده خلصت، كان معايا مشوار كنت محتاجة ان انا اروح اخلصه وخلصته الحمد لله. اهلا بيكم في اليوم التاني من ايامي العشوائية. الفكرة بكل بساطة ان الفترة اللي فاتت من حياتي كانت شبه بعضها، ترتيب ترويق وهكذا وبس. فكنت حابة اركز على حالي وحياتي شوية، فعملت طلبية كتب جديدة لانه اللي عندي قربت تخلص. فترقبوا هنفتحها في فيديو منفصل. واخيرا قدرت اخلص قراءة كتاب ممتلئ بالفراغ للدكتور عماد رشاد. مبسوطة وممتنة جدا لقراءة الكتاب. وبما اني خلصته فاكيد هبقى حابة ابدأ في عمل تاني. وقررت ان انا ابدأ برواية ملاذ، من اكتر الروايات اللي كنت متحمسة عليها وحابة ان انا ابدأها. وصراحة ما حبيتش ابدأ في كتاب تاني لان كنت حاسة ان انا محتاجة حاجة تكون خفيفة، قصة لذيذة. مش عايزة اعمال دسمة تاني لان ممتلئ بالفراغ كان كتاب شويتين دسم. ملاذ حاسة ان هي هتكون الطف شوية بناء على الريفيوهات اللي انا شفتها ليها قبل كده. وبما اني هقرأ في رواية جديدة فاكيد هبقى حابة ان انا استخدم كذلك بوك مارك جديدة. فانا مبسوطة بيهم قوي، وكل بوك مارك منهم بتبقى جهتين. فتقريبا هاخد دي عشان حاساها هتبقى ماتشي مع الرواية، فليه لأ.
انا في العادي كنت بستخدم البوك مارك اللي انا ببقى عاملاهم بايدي زي دول، ولكن المرة دي قررت انه حابة استخدم البوك مارك دي مع الرواية. بما اني بخرج كتير الفترة دي فيلا بينا نجهز الشنطة مع بعض. واللي مخليني متحمسة لفقرة التصوير دي هو ان الشنطة جديدة. الشنطة دي كنت وريتها لكم في فيديو مشترياتي، بجد تحفة، حبيتها جدا جدا جدا. انا بحب نوعية الشنط دي. فالشنطة عبارة عن 3 جيوب. الجيب الاولاني حاطة فيه الحزام الاساسي بتاع الشنطة، واول حاجة هاخدها معايا وهو النوت والقلم. انا بحب انه يكون معايا نوت وقلم اغلب الوقت، وحبيت ان تكون حاجة صغيرة عشان تبقى حاجة عملية وسهلة التنقل. كمان من ضمن الحاجات الاساسية اللي باخدها معايا وهو المحفظة او البوك ايا يكن بتسموها ايه، دي بحط فيها الفلوس الفضية، وكذلك باخد معايا كاش اكيد. كمان من ضمن الحاجات الاساسية هو اني اخد لوشن وكريم مرطب. صحيح هما بينتحروا ولكن لازم اخد حاجة على الاقل واحدة منهم. كمان لازم اخد مناديل ان كانت مبللة او مناديل عادية فلازم. كمان باخد البتاع ده اللي انا معرفش اسمه ايه، ولكن اللي بيعجبني فيه انه لما بحطه كأني مش حاطة اي حاجة، فالدرجة دي حبيتها بجد واو. انا في العادي مش من فئة الميك اب والجو ده، مش ماليش فيه. واخر حاجة اساسية اكيد وهو المفتاح بتاع البيت. خلينا نقول انه بكده بقينا جاهزين للخروج، يلا بينا. في العادي لما بكون خارجة اما انه معايا مشاوير عايزة اخلصها او مشتريات عايزة اجيبها او ايا يكن من المهام العادية التقليدية، فالمرة دي كان الموضوع شوية مختلف وكنت حابة اتمشى شوية وحابة اخد جولة في المحل اللي انتوا شايفينه ده. الفكرة ان انا كنت حابة اضيف بعض من اللمسات الفنية في الأوضة بدل ما هي صامتة ومفيهاش اي حاجة، فقلت اخد جولة في البورتريهات الزرع وهكذا. بالنسبة للزرع اللي موجود قدامكم ده سعر الواحدة لما يبقى 350 جنيه، فهل ده عادي ولا مبالغ فيه؟ وبجد مهتمة اعرف رأيكم قوي في فئة الاسعار. انا جبت لكم ابسط حاجة ممكن تكون، ولكم ان تتخيلوا باقي الاسعار بالنسبة لحاجات كبيرة زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي. بس بجد المكان تحفة، في حاجات ما شاء الله، يعني بجد اللهم بارك. اهلا بيكم مرة تانية، ولكن بجد مش عارفة اودي وشي منكم فين. بصوا يعني انا مش عايزاكم تفهموني غلط، ولكن اكيد مفيش خروجة الا لما هيبقى فيها مجموعة مشتريات جديدة. يعني بجد انا مش عارفة اقول لكم ايه، بس بجد اشتريت مجموعة حاجات بجد محتاجاها. يعني بجد هو مش مجرد اني بصرف وخلاص، بس اكيد مش هجيب حاجة لمجرد انه خرجت فهشتري وخلاص. الفكرة بكل بساطة انه زي ما انتوا شايفين ان الحاجة كتيرة، فهفتحها معاكم في فيديو تاني. انا بجد بقى شكلي وحش قوي من كتر ما انا بقول خلاص انا مش هشتري تاني، ولازم اوفر ولازم ابقى بقتصد في حاجتي، ولازم ابقى بفكر كويس قوي انا هشتري ايه قبل. وحقيقي بعمل كده، والحاجات دي انا قبل ما اجيبها كنت كاتباها في ورقة عشان ما اجيبش زيادة. هنستكشف مع بعض في الفيديوهات اللي جاية ايه الحاجات اللي موجودة في الكيس ده. وكمان عايزاكم انتوا كمان تكتبوا لي تحت في الكومنتات هل قدرتوا تتوقعوا ايه الحاجات اللي موجودة هنا ولا لأ. بس يعني بس مش عارفة. اوكي باي.